كيف قلت لكم انا كنبارطاجي معكم التجربه الشخصيه ديالي باش حتى نتوما تمشيو مطمئنين وما تبقاوش حايرين شحال ديال الفلوس خصني ندي. النصيحه اللي نقدر نعطيكم واللي مهمه تما في السعوديه سواء في التنقل سواء في الهدايا ولا اللي بغيتي تشري، عطيتكم الاثمنه سولون التجربه الشخصيه ديالي وشحال صرفت وشحال خليت تما ديال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم اسماعيل ورجعت لكم فيديو جديد، فيديوهات اللي عندهم علاقه بالعمره اللي دير انك دير العمره ديالك بدون وكاله. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد السوجي اللي مهم، اللي هو ولا واحد السؤال اللي ديما كيتطرح وكندير لي انا القلق في راسي كيما غيكون نتوما خصكم تعرفوا. هو قبل ما نمشي للعمره اول مره شحال غيخصني ندي معايا ديال الفلوس، وسيرتو الا كانت عندي داير عمره ديال 15 يوم شحال خص يكفيني ما بين مكه والمدينه. داكور. الوغ كاين اللي ملي سولت الناس كاين اللي كيقول لك دي معاك 3000 درهم راه تقدر تكفيك، كاين اللي كنسولو كيقول لك واش شوف دي معاك 10000 درهم باش تبقى نتايا مرتاح، وبقيت حاير شكون اللي نتيق، واش نتيق مالين 3000 درهم ولا مالين 5000 درهم. داكور. الوغ ملي مشيت وجربت بنفسي عرفت ان الموضوع ماشي غير جوست رقم وصافي، ولكن خاصك دير له نورمالمون ندير واحد الكالكول. داكور. هذا الكالكول هذا داخل فيه مثلا الاكل، داخل فيه النقل، داخل فيه الهدايا، وداخل فيه مثلا حتى الاتصال شنو غتاخذ وشنو ما غاديش تاخذ. نورمالمون اليوم ما غاديش نعطيك غير رقم في كيفاش شحال خسرت، ولكن غادي نحسبوها انا وياك ريال بريال مثلا كيف كيقولوا في السعوديه، وفي الاخير غادي نخرجوا بواحد الرقم وغادي نشوفوا واش ما بين 5000 درهم و 6000 درهم قادره تكفيني ولا غيخصني اكثر. داكور. خليك معايا حتى الاخير ديال الفيديو باش نقدروا نشوفوا واش 5000 درهم ولا 6000 درهم كافي، يعني كيف قلت لكم في النقل والاكل والهدايا والاتصال. اول حاجه انا باش بديت ولا اول حاجه صرفت عليها هي الماكله، يعني الماكله ضروري خاصك تكون ضارب لها الحساب ديالها. انا ما كنتش صراحه ما كنتش زعما في لوطيل ما خديتش اوطيل مع الفندق الاكل زعما داخل في الفندق، غير الفطور بعض المرات كنت كناخذو في لوطيل. داكور. ومرات كنت كنخرج زعما ضيوغ لا بليبار ديال الوقت كنت كناكل غير برا، يعني الفطور والغداء والعشاء كنت ديما كناخذهم زعما كناكل على برا. الوغ المطاعم في مكة ولا في المدينة الأثمنة ديالهم صراحة معقولة، ماشي شي أثمنة إكزاجيري ولا كبيرة بزاف. مثلا نعطيكم مثال، وجبة ديال الدجاجة كاملة بالروز ديالها كتدي ما بين 40 ريال سعودي. داكور. يعني حوالي 100 درهم. الوغ باش نعطيكم واحد الوصفة باش تبقاو تكالكيليو شحال ما بين ريال وما بين نورمالمون ما بين الدرهم ديالنا، كنضربوه 2.5. مثلا من نقول لك 40 ريال هي في 2.5 هي 100 درهم. من نقول لك مثلا 1 ريال هي 2.5 2.5 ديالنا. داكور. الوغ كيف قلت لكم الدجاجه كومبلي كانت ب 40 ريال، يعني الدجاجه بالروز ديالها يعني راه غادي تشبع نورمالمون الا كنتي نتا ودوطخ بيرسون، يعني 100 درهم. الوغ وكاين وجبات اللي كيكونوا ارخص حتى من هذا الشيء، ماشي زعما واصلين لهاد الاثمنه. انا كنت كنحسبها نورمالمون بهذه الطريقه هكا البروغرام داير. مثلا عندي في الصباح الفطور كنت كنفطر ب 15 ريال، يعني 15 ريال كيف قلنا نضربوها في 2.5. الغداء كنت داير له مثلا 20 ريال، مثلا كيف قلت لكم الدجاجه كومبلي مثلا ب 40 ريال. الوغ واش انا بوحدي غنقدر ناكل الدجاجه؟ يعني انا درت 20 ريال اللي نفترض النص ديال الدجاجه راه غادي تاكل وتشبع، تشبع بنص الدجاجه. داكور. والعشاء كنت داير له 15 ريال، يعني 15 ريال في الفطور 20 ريال في الغداء و15، يعني في الطوطال كان كيتقام عليا النهار بواحد 50 ريال. داكور. اللي هي واحد 125 درهم بحال هكا. الوغ 125 ضربها نورمالمون نتايا في 15 اليوم اللي غادي تجلس نورمالمون غادي تقدر تجيك هانتوما كيما كتشوفوا 1875، يعني حوالي واحد 2000 نديرو حوالي 2000 درهم مغربيه للماكله في 15 زعما في 15 يوم كامل. داكور. الوغ شنو نقول لك انا بارابور شخصيا اللي غنصحكم بواحد الماكله البيك. الوغ البيك، وبالمناسبه واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف في مكه وخصوصا المطاعم ديال البيك صراحه الله انا شخصيا جربته اكثر من مره وعجبني بزاف، وكنصح به اي واحد يمشي له. الثمن ديالو معقول ومقارنه مع الجوده والكميه. مثلا الوجبه ديال الدجاج كتراوح ما بين 18 حتى ل 25 على حسب الاختيار ديالك نتايا، وكيجي معاه بطاطا فريت مثلا ولي صوص ديالهم. والمميز تقدر انك تزيد حتى مشروب لا بغيتي تاخذ معاه حتى مشروب حتى. وعندهم نورمالمون حتى ساندويتشات ديال الدجاج تقولي لهم زعما بغينا البيك مشكل. داكور. عندهم حتى ساندويتشات الدجاج مثلا ما بين 6 حتى ل 10 ريال،
ومزيانين. الا كنتي باغي مثلا شي حاجه اللي خفيفه وسريعه قبل ما تمشي للصباح. كاينين الناس حاجه اخرى اللي كاينين الناس اللي كيبغيو ما ياكلوش برا، اللي هما عاوتاني كيمشيو مثلا كيطيبوا مثلا في وسط الفندق ديالهم، كياخذ معاه ريشو مثلا ولا شي حاجه، كيتوضا ويمشي يطيب في لوطيل. يعني الثمن هنا داك 2000 درهم اللي كنا حسبنا الثمن غادي يكون ناقص شويه. وشي ناس بارفوا راه كيكونوا منين ماشيين مثلا راه كتريزيرفي اوتيل، سوا فيه الماكله، سوا ملي كتمشي مع وكاله راه كيكون ديجا الماكله راه انتغري مثلا عندكم مع الفندق. داكور. الوغ يعني حتى داك 2000 درهم اللي غادي تحسب اللي غادي تحسب لك على الاكل تقدر ما زعما ما تخدمهاش. داكور. انا قلت لكم التجربه الشخصيه ديالي، بحيث كنت واخد الفندق ما فيهش الاكل، وكنت كناكل الفطور والغداء والعشاء برا. يعني 15 ريال في الفطور، 20 في الغداء، و15 في نورمالمون 15 في العشاء، اللي هي 50 ريال، اللي هي كتبقى 125 درهم في النهار. انا هكا الحساب اللي كنت داير. ثاني حاجه اللي مهمه وهي المساله ديال النقل، يعني الترونسبور. كيكونوا طاكسيات، كيكونوا خطافه، كيكون بزاف ديال الحوايج. بصراحه انا ما كنتش كنتصارف نهائيا مع مالين الطاكسيات، حيت اغلب المزارات سواء في المدينه ولا مكه انا كنت كنديرهم غير مع الناس اللي تعرفت عليهم تما، وتقاسم لهم مثلا طاكسي، يعني جروب مثلا، ولا كاين مثلا خطاف اللي كتساوى معاه وكدير كيديك لكاع المزارات. داكور. الوغ يعني ما كتخلصش بوحدك. درت البيدجي اللي درت تقريبا غير المزارات والتنقل ما بين مكة والمدينة، اللي مثلا كان تقام عليا وقيله بشي 30، ما بين 30 و 40 بحال هكا، المهم حتى 60 ريال. درت انا البيدجي ماكسيم التوتال اللي درت مثلا النقل درت له 1000 درهم. وكنت زعما ما كنت عارف باللي غادي تقام عليا رخيص، حتى بقات ليا شويه من داك 1000 درهم اللي بقيت. الوغ 1000 درهم بوحدي نورمالمون الا كنتي نتايا مع واحد زعما كنتو بجوج بيكم ولا كنتي غير مع مراتك، راه المصاريف راه تقدر 1000 درهم تقدر تكفيكم. داكور. النصيحه اللي نقدر نعطيكم واللي مهمه تما في السعوديه، سواء في التنقل سواء في الهدايا ولا اللي بغيتي تشري، الوغ اي حاجه طلبوها منكم، مثلا مشيتي للطاكسي يقول لك مثلا 100 ريال، ضروري تشاطر على راسك، تقدر تقول له نتايا 50 حتى ل 40 ريال، لانه ما كيستغلوا الظرفيه وديما كيضربوك زعما كيغليو الاثمنه. بارفو كتمشي كيقول لك راه 100 ريال، كتبقى تشاطر معاه كيخليها لك ب 50 ريال، كيقول لك يلاه ب 50 ريال. داكور. يعني حاولوا تردوا البال لهاد المساله هذه بزاف، تشاطروا على راسكم، لان تما كاينين ضيوغ الناس اللي كيزيدوا في الاثمنه صراحه. ثالث حاجه اللي مهمه اللي كتدي الفلوس بزاف هي الهدايا. الوغ ملي كتدخل المحلات شنو هما الانواع بعدا ديال الهدايا اللي تقدر تاخذ؟ سواء كتاخذ عبايات، سواء كتاخذ التمر، سواء كتاخذ مثلا العطور ولا العود ولا شي حاجه بحال هكا. ملي كتدخل المحل اللي فيه العبايات كتبغي شوف عاد كتبقى تفكر العائله كامله، هذه راه بغيت ناخذ ليها، هذه بغيت ناخذ ليها، انسي دو سويت. يعني كتكون انت باغي تاخذ العبايات لكلشي. الوغ المهم انت يحسبها بشويه عليك. الوغ الثمن ديال العبايه كيتراوح ما بين 30 حتى ل 40. داكور. ما بين 30 ريال حتى 40 ريال، اللي هو 100 درهم. هادو في الموين في العادي. يعني و بوغ موا التجربه الشخصيه خديت شويه ديال العبايات، خديت شويه ديال التمر ديال العجوه اللي ضروري خصك تاخذو، وشريت شويه ديال الحوايج الصغار. يعني في الطوطال ملي كالكوليت لقيت راسي تقام عليا تقريبا 1500 درهم ديال الهدايا. وهنايا كل واحد والاستطاعه ديالو، كل واحد يقدر، كاين اللي كيبغي ياخذ اكثر، كاين اللي باغي يشري بزاف د الهدايا، كاين اللي باغي يشري قل. الوغ كل واحد وشحال يقدر، وكل واحد وشحال يقدر انه هو يشري ديال الهدايا. داكور. بوغ مو التجربه الشخصيه ديالي تقامت عليا 1500 درهم. رابع حاجه واللي هي مهمه هي الانترنت. اون فوا كتوصل مثلا لجده ولا لمكه ولا المدينه، خاصك ضروري خاصك واحد الشريحه ديال الانترنت، لان غادي تبقى تحول ولا تنقل فليكسيبل. بارفوا كتنسى غير على لوطيل فين جا، خاصك تتبع لوكاليزاسيون باش توصل ليه. انا النصيحه اللي نقدر نقول لكم، خذ الشريحه ديال اس تي سي. لا اس تي سي. الوغ اس تي سي خدامه نورمالمون في كاع السعوديه، اللي كانت تقامت عليا بالدرهم، كانت تقامت عليا ما بين 150 حتى 200 درهم، نقولوا 200 درهم. الوغ 200 درهم المده كافيه ل 15 يوم في مكه وفي المدينه، وبقات لي منين رجعت كانت باقي لي فيها شي شويه. نورمالمون هادو هما فين عندك فين تخسر الفلوس ديالك. الوغ من بعد نحاولوا نجمعوا ونديروا ولا نجمعوا داكشي اللي خسرنا. من بعد ما جمعت كلشي 2000 درهم كيف قلنا ديال الماكله
افيك ماكله زعما كيف قلت لكم، مع العلم انني كنت كناكل برا. عندي 1000 درهم ديال النقل كيف قلنا هي 3000 درهم. من بعد عندي 1500 درهم ديال الهدايا اللي هي 9500 درهم، و 200 درهم ديال الانترنت اللي في التوتال عند تقريبا ما كاملش حتى 5000 درهم. وكنت زدت معايا 1000 درهم انا غير باش لا وقع شي طارئ ولا شي حاجه لا قدر الله. يعني التجربه ديالي ما فايتاش 6000 درهم لمده ديال 15 يوم كافيه في مكه وفي المدينه. الا كنت انت كتعرف كيفاش تسير داكشي يعني راه غادي تلقاه مرخص. الا كنت عندك الاكل مثلا في وسط المطعم يعني راه غادي في وسط الفندق يعني ضيوغ راه غيكون رخيص اكثر. الا كنتي باغي تمشي غير دير العمره ما غتاخذ لا هدايا راه تقدر تقام باقل ثمن. داكور، يعني كل واحد على حساب الاخر. انا بارطاجيت معك التجربه الشخصيه ديالي، ومنين انطلاقا من السيد اللي سولته قال لي 3000 درهم يعني فهو يكون على حق. يقدر يكون عنده الاكل في وسط الفندق، يقدر يكون هو ما خلصش مثلا ما شراش الهدايا، يعني حتى 3000 درهم راها كافيه. انا بارطاجيت معك التجربه الشخصيه ديالي اللي شريت فيها الهدايا والاكل والهاتف والاكل برا. كيف قلت لكم انا كنبارطاجي معكم التجربه الشخصيه ديالي باش نتوما تمشيو مطمئنين وما تبقاوش حايرين شحال ديال الفلوس خصني ندي. انطلاقا من التجربه الشخصيه ديالي قول انا غادي تحط راسك بلاصتي تقول شوف انا راني غادي نمشي ما غنشريش الهدايا، يعني انت نقصتي واحد 1500 درهم، انا غادي نمشي راه عندي الاكل مثلا في لوطيل راني نقصت واحد 2000 درهم، وانت شوف شنو انا كيف قلت لكم عطيتكم الاثمنه سولون التجربه الشخصيه ديالي وشحال صرفت وشحال خليت تما ديال الفلوس. الا عجبك نورمالمون الا عندك حتى انت شي تجربه شخصيه ديالك ولا شحال ديتي معاك ولا شنو هما الحوايج اللي شريتي شنو هما الهدايا اللي شريتي تقدر تخليهم لنا هنا في التعليق باش كلشي يستافد معنا. داكور، وإلا عجبك المحتوى ديال العمره والتجربه الحقيقيه بالارقام اللي كندير دير لايك واشترك معنا في القناه باش يوصلوك الفيديوهات الجايه ان شاء الله. الله يكتبها لكل واحد فيكم ويرزقنا عمره مقبوله وما تنساوناش من صالح الدعاء. وشكرا.